من القرقرات إلى الاعتراف الأمريكي، إلى القرار 2797، إلى مباحثات فبراير 2026 وما سيأتي من بعدها. كنشوفوا خيط ناظم كيبين انتقال الموقف الأمريكي من الحذر التقليدي اللي كان كيميز الإدارات الأمريكية السابقة إلى نوع من الواقعية الاستراتيجية اللي كتنطلق من موازين القوة فوق الأرض ومن حسابات الاستقرار الإقليمي. في نوفمبر 2020 اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء. هذا القرار ما كانش معزول على السياق ديالو وما جاش من فراغ. الأسابيع قليلة من هذا الاعتراف كانت أحداث القرقرات في نوفمبر 2020 من تدخل المغرب باش يحاول يفتح المعبر الحدودي بعد ما تسد من طرف عناصر البوليزاريو بإعاز من النظام الجزائري. السؤال اللي كيطرح راسه هو: واش هذا الاعتراف الامريكي كان غير مجرد صفقه سياسيه ظرفيه مرتبطه بمرحله معينه وخصوصا بما سمي انذاك صفقه القرن، ولا كان تتويج لتحول عميق في طريقه قراءه واشنطن لموازين القوه فوق الارض؟ باش نفهموا هذه النقطه مزيان خصنا نربطوا بين الوقائع الميدانيه اللي كانت وبين التحولات الدبلوماسيه اللي تبعتها. قبل أسابيع قليلة من هذا التحول الأمريكي كانت أحداث القرقرات هي المنعطف الحقيقي. تدخل المغرب باش يأمن المعبر ويضمن استمرارية حركة التجارة ما تقابلش بإدانة أمريكية أو حتى مجرد تعليق بسيط ينتقد الإجراء المغربي. على العكس من ذلك، الإدارة الأمريكية تعاملت بصمت محسوب مع الموضوع، وهذا الصمت تعتبروه مجموعة من المحللين والمتابعين هو بمثابة إشارة واضحة على أن المقاربة الأمريكية بدأت كتبدل فيما يخص نزاع الصحراء. الرسالة غير المعلنة كانت واضحة: الاستقرار الإقليمي وحرية المبادلات التجارية ليست مجرد أولوية استراتيجية بالنسبة لدول المنطقة، وإنما أيضا بالنسبة للدول الكبرى. ومن بعد أسابيع قليلة جاء الإعلان الرسمي على الاعتراف. الترابط الزمني بين الحدثين ما يمكنش يتقرا كصدفة. تحقيق التطبيع مع إسرائيل كان فعلا حاضر بقوة في الذهنية الأمريكية، ولكن واشنطن كانت كتشوف أيضا أن المغرب مسيطر ميدانيا وعنده زمام المبادرة فوق الأرض، وأن أي مقاربة واقعية خاصة تنطلق من هذا المعطى ماشي من فرضيات أو نظريات بعيدة عن الواقع. وهكذا ما كانش الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء مجرد بيان سياسي عابر، وإنما كان قرار ساهم بقوة في إعادة هندسة النقاش حول نزاع الصحراء. كيف ذلك؟ أولا، نقل الملف من خانة الحياد الحذر اللي كانت كتميز الموقف الأمريكي قبل إلى خانة تحديد السقف السياسي للحل، وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية فاعل رئيسي في هذا الملف. ثانيا، عود عرف مفهوم الحل الواقعي، هو لا المقصود به حل عملي قابل للتطبيق ماشي شعارات عامة. ثالثا، رسخ مبادرة الحكم الذاتي المغربية كأساس عملي للنقاش ماشي غير مجرد مقترح من بين مقترحات أخرى. والنقطة الأهم، هذا الاعتراف الأمريكي ما تراجعتش عليه الإدارة الأمريكية من بعد ما جاء بايدن. في النظام السياسي الأمريكي الاستمرارية ما كتكونش بالصدفة. إلا بقى القرار قائم رغم تغير الرئيس فهذا كيبين باللي ما كانش قرار شخصي مرتبط برئيس معين، ولكن كان قرار مؤسساتي داخل الدولة الأمريكية. من بعد في مرحلة متقدمة جاء القرار الأممي 2797 باش يكون بمثابة اختبار حقيقي للنفوذ الأمريكي داخل مجلس الأمن. هذا القرار كان واحد من أبرز الانعكاسات المباشرة للاعتراف الأمريكي داخل مجلس الأمن. القرار 2797 اللي قامت بالصياغة ديالو ودافعت عليه الولايات المتحدة الأمريكية داخل المجلس كرس من جديد جوج نقاط رئيسية: أولوية الحل السياسي الواقعي، وتحميل الأطراف الأربعة مسؤوليات مباشرة في المسار السياسي. لغة القرار تبدلات مقارنة بسنوات سابقة، ما بقاتش كتهضر على خيارات مفتوحة بلا سقف واضح، ولكن ركزات على حل القائم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وهذا الشيء كان تطور مهم في طريقة الصياغة الأممية، لأنه كيبين تحول في المقاربة الدولية للملف. جاء فبراير 2026 محطة مهمة.
قامت الولايات المتحدة الأمريكية برعاية مباحثات جمعت المغرب، الجزائر، موريتانيا وجبهة البوليساريو تحت رعاية أممية أيضا. وهنا خصنا نوقفوا شوية. واشنطن ما بقاتش غير داعم من بعيد ولا أو تكتفي بتصريحات عامة، ولكن ولات فاعل مؤثر في هندسة مسار التفاوض حول الملف. كون الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي كترعى المسار كيجمع الأطراف الأربعة، فهذا معناه باللي الملف ولا داخل في حسابات أوسع، حسابات استقرار شمال إفريقيا، أمن منطقة الساحل، توازنات جيوسياسية في غرب البحر الأبيض المتوسط إلى آخره. هنا كيبان بوضوح أن الاعتراف ما كانش خطوة معزولة، وإنما كان بداية لمسار إعادة تموقع أمريكي في ملف الصحراء. انعكاسات الاعتراف الأمريكي ما كانتش غير على مستوى البيانات السياسية، ولكن بانت في عدة مستويات. أولا على مستوى الخطاب الدولي، تزايدت وتيرة الدعم لمقترح الحكم الذاتي باعتباره الحل الواقعي والعملي. حتى بعض الدول اللي كانت متحفظة ولات كتستعمل نفس المفردات اللي كتركز على الواقعية والعملية، وكما شفنا بأنه كانت اعترافات بالحكم الذاتي وأيضا بمغربية الصحراء من بعد الاعتراف الأمريكي. ثانيا على مستوى الاستثمار، عدد من الفاعلين الاقتصاديين بدأوا كيشوفوا المنطقة بمنظور مختلف، باعتبار أن وجود اعتراف أمريكي كيمنح إشارات قوية حول توجه الاستقرار داخل المنطقة. في العالم ديال الأعمال الإشارات السياسية عندها وزن كبير في قرارات الاستثمار أيضا. وثالثا على مستوى التفاوض، سقف النقاش تبدل، ما بقيناش في زمن الإيديولوجيا وفي زمن الشعارات، حيث ملي قوة عظمى بحال الولايات المتحدة الأمريكية كتعلن اعترافها، فهذا الشيء كيأثر على طبيعة النقاش وكيخلي بعض الأطروحات تولي أقل قابلية للتسويق دوليا. من جهة أخرى الاعتراف الأمريكي ومن بعد التحركات ديال واشنطن داخل مجلس الأمن وفي مسار المفاوضات حط الجزائر قدام معطى استراتيجي جديد. أولا ولا من الصعب إعادة الملف لنقطة الصفر وكأن شي حاجة ما وقعت. ثانيا أطروحة الاستفتاء تراجعات في طريقة حضورها في الخطاب الأممي، وما بقاتش بنفس الزخم اللي كانت فيه خلال السنوات السابقة، خاصة خلال مرحلة السبعينات الثمانينات وأيضا التسعينات. ثالثا كلفة التصعيد الدبلوماسي ولات أكبر حيث البيئة الدولية تبدلات، وهذا هو المشكل اللي لقات فيه الجزائر راسها. بمعنى آخر المناخ العام للنزاع ما بقاش هو نفسه اللي كان قبل 2020. صحيح أن الاعتراف الأمريكي ما سلاش النزاع بشكل نهائي، ولكن دار تحولات مهمة، دار تغيرات كبيرة، غير قواعد الاشتباك الدبلوماسي، عاود عرف سقف الحلول الممكنة لصالح المغرب، ودخل الملف ضمن معادلات جيوسياسية أوسع من مجرد نزاع إقليمي. من القرقرات إلى الاعتراف الأمريكي، إلى القرار 2797، إلى مباحثات فبراير 2026 وما سيأتي من بعدها، كنشوفوا خيط ناظم كيبين انتقال الموقف الأمريكي من الحذر التقليدي اللي كان كيميز الإدارات الأمريكية السابقة إلى نوع من الواقعية الاستراتيجية اللي كتنطلق من موازين القوة فوق الأرض ومن حسابات الاستقرار الإقليمي. ويبقى السؤال المطروح اليوم، واش هذا المسار غادي يتحول إلى اصطفاف دولي أوسع حول نفس المقاربة، ولا غادي نشوفوا نوع من التوازن الجديد طويل الأمد بلا حسم نهائي للنزاع؟ السؤال هو اللي غادي يحدد شكل المرحلة المقبلة في هذا الملف المعقد، ملف الصحراء المغربية.